شوفوا عشان اقول لكم حاجه. لو قدمت تنازلات كتير هتفضل تقدم طول عمرك. ولو اتنازلت عن احلامك كتير عشان اي حد، عشان اي حد حرفيا، هتفضل تتنازل طول عمرك. فكذلك مهما حصل حواليك، مهما الناس ضغطتك عشان تتنازل عن حاجة معينة، حلم معين انت شايفه ان هو ده الصح وهو ده الطريق اللي انت المفروض تمشي فيه، طبعا يكون بيرضي ربنا. تمام. إياك تتنازل مهما قالك المجتمع ومهما قالوا لك ومهما كذا. بصوا، اركنوا أي وجهات نظر على جنب. طالما أنت مؤمن إن أنت هتقدر تعمل حاجة في الطريق ده وتصنع حاجة وتنجح في الطريق ده، فكمل فيه. هم مش شايفين اللي أنت شايفه، أوكي؟ تمام. مش لازم يشوفوا اللي أنت شايفه ولا مصدقين اللي أنت مصدقه. فبناء على ذلك هم مش شايفين ولا مصدقين، فليه أصلا تخلي وجهة نظرهم تأثر عليك؟ وحتى لو تأثرت بوجهة نظرهم، تأثر تأثير مؤقت واركنها على جنب وكمل في طريقك. اسعى، اجتهد، جرب مرة واتنين وتلاتة. ما تقوليش شغف وما تقوليش احبطوني وما تقوليش اي حاجة. انا دلوقتي عاوزاكم تسعى وتجتهد وتجرب مرة واتنين وتلاتة، وتتعلم وتكتسب خبرة وتذاكر. وتذاكر ايه؟ والله الحياة كلها قايمة ان انت كل يوم لازم تتعلم حاجة جديدة. ده من وجهة نظري. اه، اي حد بيقول كده. انا اتعلمت في رحلتي على السوشيال ميديا ان انا ما ادخلش حاجة الا لازم اتعلم. فدلوقتي هتعمل ايه؟ تسعى وتجتهد وتروح اي شركة. لو انت مثلا عاوز تشتغل في شركة تكتسب خبرة. لو انت شايف نفسك هتكون حاجة في مجال ما يوما ما، تحضر للمجال ده من دلوقتي. وبناء على ذلك تروح الشركة اللي هي هتهيئك ان انت تكون شخص كويس في هذا المجال مستقبلا. بناء على هذا، الدراسة مع الخبرة اللي انت بتكتسبها في الشركة هتكون حاجة كويسة مستقبلا بإذن الله لما تبدأ المجال بتاعك أو البيزنس أو تستثمر في أي شيء. تمام. هو أنا دخلت في كذا حاجة بكلمكم فيها، لأن الفيديو أصلا كان مفروض إن أنا أقول لكم إيه، ما تسمعوش الإحباط وكفى. بس الحمد لله. جميل. اسعوا واجتهدوا، وأي وجهة نظر حواليكوا اركنوها على جنب. صدقني انت مش هتنجح في الحاجة اللي هم عاوزينك تنجح فيها، انت هتنجح في الحاجة اللي انت عاوز تنجح فيها وشايفها. إيه؟ انت قادر انك توصل لو في إرادة. تمام. الإرادة دي انت مش هتجيبها لو الناس بتقولك انت شاطر، انت هتوصل، انت كذا، وبتغني لك. اطلاقا. الإرادة دي بتكون نبع من جواك، سواء بقى في ناس تدعمك سواء في ناس ما تدعمكش، ايا كان انت هتكمل في طريقك. وده مش كلام تنمية بشرية على فكرة، انا بكلمكوا في واقع. ان انت ما تبصش للمحبطين. تاني حاجة ان انت تسعى وتجتهد وتتوكل على الله ويكون عندك حلم ان انت تتحرك، لان انت فعلا عاوز تحقق حاجة، مش تتحرك بهوى بحركك. تمام. فبس انا حبيت اني اقول الكلمتين دول، 3 دقايق 4 دقايق. تمام. في النهاية أتمنى أن تكونوا في تم الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. أنا من عقاب، والسلام عليكم.